الاغتصاب ليس سببا في أن الناس تسوء أخلاقهم أو يتسولون في الشوارع أبدا. مولانا الإمام الشافعي تعرفونه جميعا، محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، عالم المذهب، ملأ أطباق الأرض علما. تخيل الشيخ الإمام الشافعي ولد في غزة، حفظه الله وحررها من بين الصهاينة، ولد في غزة في فلسطين، ومات أبوه وهو صغير سنة 150 هجرية، فأخذته أمه الفقيرة، شوف حط بين قوسين الفقيرة، وكان في مساجد في غزة يعني بيصلوا فيها، كان بإمكان الشافعي تقعد على باب مسجد زي بتوع اليوم وتشحت فيه وتقول ده بربي يتامى أنا، ده أنا بربي يتامى. لكن أمه أخذته من غزة وسافرت به إلى مكة المكرمة حيث أجداده هناك، لأنه قرشي. الإمام الشافعي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي، ذهب به إلى مكة وعمره يا مولانا سنتان، عنده سنتين، واتجه به إلى مكة المكرمة ودفعت به إلى الكتاب ليحفظ القرآن بعد أن وصل إلى الرابعة. لما كان في الرابعة من عمره أو أكثر قليلا دفعت به إلى الكتاب إلى محفظ القرآن. الإمام الشافعي يقول: عندما دفعتني أمي إلى المعلم ليحفظني القرآن لم يكن مع أمي ما تدفعه للمعلم كباقي الصبيان، معاش فلوس زي باقي الناس. قال: فرضي المعلم مني، الشيخ اللي بيحفظ رضي مني أن أقف على الصبيان في حال غيابه عن الحلقة لو هو مش قاعد، لما رأى فيه من الحفظ والذكاء. الإمام الشافعي كان ذكيا جدا، كان في قمة الحفظ، ولذلك سيده وأستاذه الإمام مالك لما رآه قال له: يا بني اتق الله فإنه سيكون لك شأن عظيم. لما شافه وهو صغير الإمام مالك أستاذه الإمام مالك قال له: اتق الله فإنه سيكون لك شأن عظيم. وقال له: يا بني إن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. رب لحط لك نور في قلبك يا شافعي فلا تطفئ هذا النور بالمعصية، لا تطفئه بالمعصية. نحن يا أخي نريد ولو يعني بصيص نور في قلوبنا، والله يخرجنا مما نحن فيه من الهم ومن الغم ومن الجهل، والله ومن الجهل الذي نحياه ونعيشه. سيدنا الإمام الشافعي شوف أمه لم تجد ما تعطيه للمحفظ، لكنها دفعت به إلى العلم وإلى حلقات العلم ليخرج لنا في يوم من الأيام إماما كبيرا ساع صيته في كل مكان، في العراق وفي مصر وفي الحجاز، ومرقده الشريف عندنا في مصر الإمام الشافعي في مسجده المبارك. سيدنا الإمام الشافعي ولد يتيما فما امتهنت أمه مهنة التسول ولا خرج هو طفل شوارع، وإنما رأت أمه فيه أملا. سبحان الله.